السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده جايه لكم بفيديو بسيط جدا ان شاء الله نعمله مع بعضينا، وهي الكبده اسكندراني. يلا مع بعضينا نعملها. دلوقتي احنا هنعمل الكبده الاسكندراني ان شاء الله. هنا الفلفل مقطعاه احمر واخضر، وهنا الثوم وحط عليه توابل فلفل اسمر وكزبره وملح بس، وهنا الكبده بس. تاني كده حطيت الكبده وعليها الفلفل الاحمر والفلفل الاخضر وعليها الثوم، وان شاء الله هنروح مع بعضينا ونحطها على البوتاجاز. وهقول 1 2 3 عشان تحسسيني فتحت. كده احنا حطيناها على النار، وان شاء الله اول ما هتستوي هوريها لكم، وهتبقى احلى كبده ان شاء الله باذن الله. لا انت اهي كده على النار، شايفين شكلها عامل ازاي؟ عايزه تتاكل وهي نايه. ايه رايكم؟ بصوا معايا كده دخلت اهي في السوا، وقربت اطفي عليها، وهنعمل احلى سندوتشات كبده كده. الحمد لله الكبده اهي، بصوا شكلها عامل ازاي، واكيد طعمها جميل طبعا. وهنعمل معاها سلطه الطحينه، نعمل سندوتشات كبده مع سلطه الطحينه، وهتبقى احلى سندوتشات ان شاء الله. نعمل مع بعض بقى الطحينه. عباره عن ايه؟ عباره عن زيت وخل وطحينه وكمون بس. ادي الطحينه اهي، هي بس هي يعني طحينه شويه، فهحط لها ايه سنه ميه. ماشي اهي الطحينه يا جماعه معاكم، بصوا جميله ازاي، جميله عايزه تتاكل. هنعمل مع بعض بقى ان شاء الله السندوتشات ونحط عليها الطحينه، ناكل مع بعض ان شاء الله. بصوا الجمال، بصوا الحلاوه. اهو سندوتش الكبده وعليه بقى الطحينه. يا جماله يا جماله يا جماله يا جماله يا جماله يا جماله. الطحينه مش عايزه تنزل. اهو نعمل السندوتش التاني مع بعض برضو اهو. احلى سندوتشات كبده هتاكلوها من ايد مامة كريم. اهو بصوا الجمال. ونحط برضو عليها طحينه، وتفضلوا معانا والف هنا. بصوا الجمال، عايز يتاكل على طول من جماله وحلاوته.